السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة كان المفروض ينزل من حوالي 20 يوم. طب ليه اتأخر؟ اكيد انا السبب. طب اتأخر عن ايه او ليه بسميه تأخير؟ خليك معايا تعرف كل حاجة. من حوالي شهر ونص بدأت تظهر تسريبات عن جهاز سامسونج المرتقب واللي هيكون جهاز مختلف كليا، وكان يوم عن يوم تظهر تفصيلة أو تتسرب تفصيلة من تفاصيل الجهاز لحد ما وصلوا في الآخر لاسم الجهاز. فسامسونج تقريبا معرفتش تسيطر على موضوع التسريبات ده، فقالت يلا مؤتمر وننزل بالجهاز. ما علينا من كل ده، خلينا نشوفه. والجهاز ده سامسونج جالاكسي زي تراي فولد. هو تراي فولد لأنه تراي بارت، مكون من 3 أجزاء يتقفلوا على بعض يكونوا موبايل فلاج شيب، ويتفتحوا يكونوا تابلت بأعلى المواصفات. وقبل ما نتكلم عن المواصفات نتكلم الأول عن سمك الجهاز القليل جدا جدا ده. الجهاز سمكه 3.9 ملي سمك مدخل الشحن، يعني أنا مش عارف لو كان سوكت الشحن أقل من كده كانوا رفعوه زيادة ولا إيه. وعشان تكون الصورة واضحة لك، ال S23 الترا سمكه 8.9 ملي. هتقولي ده جهاز أصلا سمكه كبير. طيب ال S24 الترا سمكه 8.6 ملي. ال S25 الترا اللي هو أنحف منهم كلهم 8.2 ملي. لا، الجهاز فعلا سمكه قليل جدا، والسمك القليل ده مش جاي على حساب قوة أو متانة الجهاز خالص. وده لأن سامسونج استخدمت نوعين مختلفين من الهنج المسؤولين عن طي الجهاز، بيخلقوا عملية غلق آمنة وناعمة. دي نقطة. النقطة التانية إن الهنج بيسمح للبانلز إنها تتقابل وتتقفل على بعض بأمان مع أقل جاب، عشان في الآخر يكون في إيدك موبايل سهل في المسكة والحركة. خلي بالك كمان إن الهاوسنج مصنوع من التيتانيوم اللي بدوره بيحمي الجهاز وبيحمي ميكانيزم الطي من التآكل مع الوقت. كمان فريم الموبايل مصنوع من الألمنيوم الصلب ووزنه الخفيف. الموبايل بينطوي للداخل لحماية الشاشة الأساسية، وكمان في مجموعة من التنبيهات اللي بتنبهك في حالة إنك قفلت الموبايل بصورة خاطئة أو عملت طي للشاشة بصورة خاطئة. والتنبيهات دي عبارة عن notifications بتظهر على الشاشة أو مجموعة من الفايبريشنز. وبمناسبة الطي، الجهاز بعد ما ينطوي بيكون سمكه 12.9 ملي، اللي هو أقل من سمك الجالاكسي فليب 7 صاحب 13.9 ملي، وده هو الإنجاز بأمانة. طولنا شوية في نقطة السمك والطي والهنج معلش، بس دي أكتر حاجة مميزة في الجهاز. نروح بعد كده لأرقام الجهاز ومواصفاته ومكوناته. وبمناسبة المكونات، سامسونج كانت ذكرت إن هي استخدمت الليزر في قص المكونات، وإن المكونات دي موضوعة داخل الجهاز بدقة متناهية. ماشي يا عم الكوري. وبعدين الجهاز هو مقفول، فهو موبايل بشاشة حجمها 6.5 إنش من نوع دايناميك ليدبو أموليد إكس 2، محمية بطبقة حماية جوريلا جلاس فيكتاس سيراميك 2، أطول اسم في الدنيا، وبتردد 120 هرتز. طب لما نعمل انفولدنج للجهاز ونفتحه يتحول لتابلت شاشته مقاسها 10 إنش ومحمية بطبقة حماية من السيراميك جلاس فايبر اللي بتمتص الصدمات الموجهة للشاشة. نيجي بعد كده لماكينة الاحتراق الداخلي. البروسيسور هنا كوالكوم سناب دراجون 8 إليت أوكتا كور ثماني النواة بمعمارية 3 نانومتر، مع معالج رسومي أدرينو 830 اللي بيوصل لتردد 1200 ميجا هرتز، 16 جيجا بايت من الرام، مع ذاكرة داخلية 512 أو 1 تيرا. إمكانيات بتقولك هستناك بره. ننتقل بعد كده للكاميرات اللي أرقامها ونتائجها مش هتكون أقل عظمة من الأرقام اللي فاتت. الكاميرات الخلفية عبارة عن 3 كاميرات. الكاميرا الأولى جاية بدقة 200 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.7، والكاميرا التانية بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4، ودي الكاميرا التليفوتو. والكاميرا التالتة جاية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2، ودي الكاميرا الالترا وايد. الكاميرات بتطلع صور ممتازة وبتصور فيديو لحد 8K 60 فريم. الكاميرات الأمامية جايين بدقة 10 ميجا بكسل، واحدة بتصور تصوير عادي والتانية الترا وايد وبتصور فيديو بجودة تصل إلى 4K 60 فريم. كل المواصفات دي مش هيكون لها أي أهمية غير في حضور بطارية قوية، والبطارية هنا حجمها 5600 ملي أمبير، أكبر بطارية تحطها سامسونج في جهاز فولد.
بوجود شاحن سوبر فاست 45 واط بيشحن الموبايل من 0 ل 100% خلال نص ساعة. والموبايل هنا بيتشحن لاسلكيا بقدرة 15 واط، وتقدر تشحن منه شحن عكسي بقدرة 4.5 واط. الموبايل بيدعم البصمة بزر الباور، وبيدعم ال NFC، وكل السنسورز الباقية موجودة زي التسارع والتقارب والبوصلة، وما بيدعمش الراديو ولا بيدعم ال 3.5 مللي. الجهاز هيكون متاح في كوريا من أول يوم 12 ديسمبر بسعر 2100 عملة الكوريا دي، ثواني اللي هي اسمها هنشوف ون كوري أو وون كوري اللي هي عاملة كام؟ 2100 117,000. سعر على قد الإيه، بعدين يكون متاح في بقية الدول تباعا. وبس كده، أشوفكم في ريفيو جديد. سلام عليكم.